بيدخل مفيش لا باميه ولا ملوخيه، بدل ما نشتريها من بره هنعملها ونشيلها في الفريزر تقعد معانا سنه. الطريقه اللي هنعملها لكم دي مضمونه، وانا بنفسي بعملها في بيتي وبشيلها من السنه للسنه. دلوقتي هنجهز الملوخيه تجفيفها على مرحلتين، مرحله وهي مخروطه وجاهزه. في ستات بتتكسل انها تحفظ الملوخيه، ليه؟ لانها علشان تخرطها. انا هوريكم طريقتين، وهي مخروطه كده وهي ورق. دلوقتي المخروطه دي نص كيلو الملوخيه مخروطه وجاهزه كده، هنحط لها كوبايه شوربه مغليه او كوبايه ميه، ولو شوربه هيكون احسن. انا عندي الميه بتغلي على النار اهي، هنضيف لها ميه كده. الميه دي مع الا او الشوربه للتعقيم، لان احنا الحاجات بنسقطها اللي بنجففها في الميه، فالملوخيه دي ما ينفعش ان احنا نسقطها اللي هي مخروطه. يا دوبك بننزل عليها الميه المغليه ونقلبها كويس، او الشوربه كده كويس. في ملحوظه عاوزه اقولها لكم، ناس كتيره قالت لي في ملوخيه بجففها بلاقي كيس لونه اخضر وكيس مزرق. ايه السبب؟ لانك انت بتعملي كميه كبيره، فالكميه الكبيره اللي بتعمليها لما بتنزلي الميه عليها من فوق، بتاخد من فوق بس الميه السخنه، على ما بتنزل تحت بتكون بردت، فمن تحت ما بتوصلهاش الميه السخنه، فبيكون لونها غامق. خدي بالك انك تعمليهم حبه صغيره، ما تعمليش كميه كبيره على بعض. هنسيبها تبرد ونعينها في الكياس في الفريزر، هنعبيها بس لما تبرد ونشيلها في كيس في الفريزر. هنعبيها كده في الكيس ونشيلها بس نخرج الهواء. تشيلي على قد الطبخه، ما تشيليش مثلا تقولي اعبيهم كلهم في كيسان واخرجهم واخد، ما ينفعش. تشيلي على قد اللي انت محتاجاه، الحجم اللي انت محتاجاه، اللي انت عارفه هتستعمليه. شيلي قليل خرجي كيسين بس، احسن من انك تطلعيها وتخزنيها وبعد كده تخرجي منها تاخدي وتشيليها تاني، مش هينفع، هتبوظ. اهم حاجه ان انا دخلتها في الكيس اهو، بس لما تبرد انا حطيتها وهي سخنه عشان اوريكم. نسحب الهواء ازاي؟ انا حبيتها كده، هاخد ازاي الهواء كده لفوق، لان الهواء ممكن يخليها تزرق منكم. ممكن يكون السر انك انت ما شلتيش الهواء منها اهو. انا بسد من تحت كده وبسحب لفوق اهو، بخرج الهواء كله، مفيش اي هواء من جوه. وبعد كده اروح سحبه واروح قافلاها كده، يبقى انا خرجت الهواء كله، واروح فردها كده عشان ما تاخدش مساحه معاك في الفريزر. لما تكون مكلكعه كده تاخد مساحه معاك في الفريزر، لكن لما تكون مفروده كده هي هتاخدش معاك مساحه في الفريزر. وندخلها الفريزر من السنه للسنه، تطلعي الكيس وتستعمليه عادي جدا. دي طريقه. الطريقه الثانيه، هتجيبي الملوخيه ورق عادي جدا، تقرطفيه وتغسليه كويس وتروحي جايباه ميه مغليه وتنزلي فيها الملوخيه كده. نزلي كل الملوخيه فيها كده، وتقلبيها لا يقل عن 3 دقايق. شايفين لونها خضار ازاي؟ هنطفي عليها النار. انا طفيت النار دلوقتي، ميه مغليه بس. شايفين لونها خضار ازاي؟ احنا بنعمل لها تعقيم علشان ما تبص. لو دخلناها الفريزر كده هتدوب وهتسمر، ما تقدريش تستعمليها. شايفين؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخرجها في الحله دي كده، احنا عملناها عقمناها. نصفيها من الميه السخنه كويس ونخرجها كده كويس كده. هنعمل ايه؟ دي ميه بارده، احنا عارفين طبعا اي حاجه بنجففها سخن في بارد عشان تقتل كل الميكروبات اللي فيها، ونبردها كويس بالميه. لو في مصفى تحت الحنفيه كده يبقى احسن طبعا. ونروحوا ايه مخرجينها في طبق، نصفيها من الميه كويس جدا. شايفين لونها اخضر ازاي؟ شفتوا الكميه الكبيره اللي انا كنت عاملاها بقت قد ايه؟ ما تخافيش يعني تقول انا هشيل قد ايه في الفريزر ملوخيه ورق. شايفين كميه قد ايه؟ لما تستعملها، طب هستعملها ازاي يا امامه الورق دي؟ لما تستعمليها عيني كل طبخه عندك في كيس في الفريزر،
على الكميه اللي انت عايزاها. لما تروحي تستعمليها خرجيها من الفريزر تفك، وتروحي جايبه حبه شوربه وحطها في الخلاط وتضربيها ضربتين، هتلاقيها بقت ملوخيه وتستعمليها عادي جدا. انا الطريقه دي جربتها وممتازه. احنا كده صفيناها من الميه اهي. شايفين بعد ما انا خرجتها عملتها المراحل كلها بتاعتها بقت ازاي؟ شايفين؟ هعمل ايه؟ نفس الوضع، هعبيها في اكياس بس اسيبها برضو تبرد اهي الكميه اللي انا عايزاها اللي هتكفيني طبخه. وهنعمل برضو زي ما عملنا، هنزلهم كده بايدي علشان اضمن ان مفيش هوا تحت. اهم حاجه ان احنا نخرج الهوا ده عشان الملوخيه ما تسمرش مني، ونخرج الهوا كده. احنا بنسحب الهوا كده، شايفين؟ انا هم من تحت والهوا اللي خرجته من فوق، واهو هقفل وهديها براح وهفردها. بس انا مفيش هوا خالص، لو في هوا خالص كنت تحسيه في الكيس اهو. شايفين؟ يبقى احنا دلوقتي معانا ملوخيه، دلوقتي دي ورق ودي ملوخيه المخروطه، هما الاثنين طريقه ممتازه وناجحه ومجرباها. دلوقتي هنعمل ايه؟ الباميه. دي ميه مغليه، الباميه بحتاج للكيلو باميه ليمونتين معصورين وميه مغليه تغمرها. يعني لو عندك كيلو باميه هنحتاج ميه ننزلها فيه تغمرها تغطيها. الباميه نجهزها، نغسلها ونجهزها زي ما تكوني رايحه تطبخيها بالظبط. هنحطها الميه دي بتغلي على النار، شايفين؟ هننزلها الليمون وهنروح منزلين الباميه فيها. ونفس المرحله التقليب لمده 3 دقايق. شايفين؟ شايفين لما نزلت الميه اخضرت ازاي؟ اهي كده. تقليب المستمر علشان ايه؟ انا دلوقتي هطفي النار لان الميه غلت وانا نزلتها والميه سخنه عشان ما تستويش مني، واقلبها برضو على طول. الليمون هيخليني لونها، هيحافظ على لونها الاخضر. لما احس ان الباميه خلاص دخلت الميه كلها فيها من جوه ووصلت لها كلها من جوه، احنا قلنا ان ده تعقيم. هعمل ايه؟ هخرجها، صفيها من الميه السخنه كده واخرجها كده بالشكل ده. هنعمل ايه برضو؟ ميه بارده لازم، ونروح برضو مخرجينها كده نبردها فيها كويس. نروح مصفيينها من الميه كويس جدا لان الباميه بتشرب نسبه ميه. شايفين الميه بتنزل منها ازاي؟ نصفيها كويس كده. ويا ريت نفرد قماشه في البيت ونفردهم عليها لانها تشرب القماشه منها كل الميه اللي فيها اهي كده. بالشكل ده خلاص كده. ونفس الوضع هنعينها في اكياس زي برضو الملوخية، كل مقدار طبخة بس نسيبها تتصفى كويس من المية اللي فيها في مصفى او قماشة. مثلا احنا هنحتاج الطبخة دي بس، ونروحوا ايه؟ نحط التانيين في كيس ونطلع نخرج الهواء. نفس الوضع
كده اهوت. هو دوس عليهم من تحت، مضغطهم من تحت واخرج الهواء واقفل الكيس اهو، واسيب براح للكيس عشان افرده اهو كده. يبقى احنا بمنتهى السهوله كففنا في بيتنا ملوخيه وباميه وكل الخضار على الطريقه دي. ان شاء الله هوريكم كل انواع الخضار عشان في حاجات تختلف عن كده. شايفين؟ تعينيها في الفريزر وتعينيهم